أدركوا السنة يا عباد الله، السنة تشيعوا. خطر عظيم على أبناء السنة اليوم. ألا وإني النذير العريان، أخبركم وأحذركم أمة الإسلام من التهاون إن سكتنا عن ذلك، وإعلامنا مشغول بالفيديو كليب والمسلسلات والتمثيليات والأمور التي لا تليق ولا يبين حقيقة مثل هذه المسائل. إذا ماذا لو تسلط القوم على الإعلام؟ هل يبقى أحد؟ وإن بقوا على ذلك فإن شرهم عظيم. أناشد المسؤولين في غياب شمس الشريعة أن يضعوهم في المعتقلات حفاظا على عقيدة الباقين بإذن الله رب العالمين، لأن هؤلاء كالسوس الذي ينخر في عظام الموحدين. أقول للمسؤولين ضعوهم في المعتقلات إلى أن يتوبوا أو يموتوا في هذه الأماكن. أسأل الله أن يحفظ مصر من الروافض. يعني هذا واضح بالنسبة لمن أعلن تشيعه في مصر. هؤلاء المجموعة الشرطة قبضت عليهم، لكنها للأسف أفرجت عنهم بغير محاكمة. هؤلاء يجب أن يحاكموا، هؤلاء يجب أن يحاكموا محاكمة قوية سريعة. كلامي هذا من هذا المنبر أوجهه إلى كل المسؤولين، رئيس المجلس الانتقالي، رئيس المجلس الوزراء، وزير الداخلية. من شأنها أن يتشربها الأبناء ويرون أنه يحسنون صنعا، فما المانع من أن يكون شيعيا؟ والأزهر يكرس لذلك، والأزهر أعلى جهة رسمية دينية، وبالتالي عندما يسمع أنه مذهب يجوز التعبد به ستكون النتيجة أن ينخرط الناس في عقائد الشيعة، الأمر الذي يحمل في طياته خطرا عظيما.